زعل جدم وين نقلت الموت وعلي قالوا طحت بس انا ما طيح. بمناسبة تأسيس منتدى جمار للشعر الشعبي، أقام مجموعة من الشعراء الشعبيين الشباب في ميسان أمسية شعرية لدعم الطاقات الشعرية الواعدة بحضور شعراء من مدينة العمارة ومختلف الأغطية والنواحي. منتدى جمار للشعر الشعبي هو انطلاقة ميسانية جديدة إن شاء الله راح تدعم الشباب المبدعين بالمحافظة. هذا المنتدى منتدى جمار هو خدمة للشعر والشعراء الشباب المظلومين إعلاميا حتى يكون للشعر الشعبي هناك ظهور أوجه، وحتى لا يكون الإعلام مركز فقط أو مسلط على النجوم. قصائد شعرية متنوعة ألقيت في هذه الأمسية ضمت مختلف فنون الشعر الشعبي، أراد من خلالها الشعراء المشاركون التواصل مع تجارب الشعراء الرواد من أجل صقل مواهبهم ولتحقيق الترابط بين أجيال الشعر الشعبي. لأنك يا عزيز مسوق البوصل، لو ملتشوم غيري من زمان يروح، بس هو الحنين شماس ما يظل. كانت هنالك شعراء مبدعين وقصائد جميلة تم طرحها من القصائد الوجدانية والغزلية، وأيضا كانت الأبوذية موجودة وحاضرة في هذا المهرجان، وإن شاء الله إبداع مستمر لميسان وعطاء مستمر لميسان. حصل اليوم افتتاح منتدى جمار للشعر الشعبي، هو امتداد لما سبقهم من أجيال من أمثال الراحل سعد محمد الحسن وآخرين. ويسعى الشعراء الشعبيون الشباب في ميسان إلى الاستفادة من إقامة المنتديات الأدبية والثقافية في عقد الأماسي والمحافل الشعرية للتعبير عن منجزهم الإبداعي في تطوير فن الشعر الشعبي في المحافظة. لبرنامج صباح الخير يا عراق، محمد الشبلي، ميسان. اختصارا للوجع تستعجل الحفاية.